طبعا يا شباب قال لي بالنسبة للخط المستقيم الأفقي الألف ميله كم يساوي صفر يا شباب، وجذر المحصول من محور السداد ج كم يساوي 2، اللي هي هذه يا شباب هي. تمام، عندي هنا الخط جاي على 2، فمعناها حنقوله كم؟ حنقوله هذا الجزء المحصور منه اللي هو كم؟ ب2. بالنسبة للخط المستقيم الأفقي قلنا كم؟ ميله صفر. باهي تمام. قال لك هنا خذيناها بدي طبعا في القاعدة، لاحظ ذلك على الخط قيمة الصاد دائما 2 لكل قيمة من قيم س. قال لي بعدين هنا مثال آخر يا شباب اللي هو هذا. تمام، هنا شن قال لي؟ قال لي في هذه الحالة، قال لك بعد ذلك اعتبر الخط الرأسي باء في هذه الحالة فإن قيمة س تساوي كم؟ دائما 3 يا شباب. اهي الخط الرأسي جاي وين؟ جاي عند الثلاثة لجميع قيم صاد. معناها معادلة مستقيم الباء شن تساوي؟ معناها بنقول س تساوي كم؟ تساوي 3. هذه معادلة شنو يا شباب؟ معادلة الخط المستقيم. فالموضوع يعني بسيط مش صعب. تمام، نمشي توا وين يا شباب؟ حنجي للمثال رقم 8. عندي إذا كان الصاد يساوي 2 س زائد ج يمر بالنقطة ألف اللي هي 1 و3، فما قيمة ج؟ أنا عندي ج مجهول. تمام، حنحلها يا شباب، حنديروا لها مذكرتها. تمام، ونحلوها به، حنحلوها عليه باهي بإذن الله تعالى. نبسط لكم. أول شيء يا شباب قال لي بما أن النقطة 1 و3 تقع على المستقيم س يساوي 1 وصاد يساوي 3، يجب أن نحقق المعادلة اللي هي يا شباب هي أعطاك هنا 1 و3، هنا عندي السين وهنا عندي الصاد. هنا قال لي السين تساوي 1 والصاد كم تساوي 3. لازم مناش ندير، لازم نحقق المعادلة بالتعويض عن س تساوي 1 وصاد تساوي 3 في المعادلة. وين يا شباب؟ المعادلة اللي هي صاد هي حرد اليسار اللي هي م س زائد ج، وعندي أنا الصاد شن تساوي الميل كم يا شباب؟ معطي لي 2 س. هي المعادلة يا شباب، هي المعادلة 2 س زائد ج. تمام، معناها بنعوض فيها. هنا شو بندير؟ حنقوله يا شباب عندي هنا الصاد كم قيمتها؟ قلنا 3. عوض في المعادلة هذا، هي عوض لي في المعادلة هذا. تمام، قيمة الصاد هذه قيمة الصاد يا شباب، هذه قيمة الصاد 3. عوض 3 برا تساوي 2 مضروبة في الكم؟ في الواحد زائد الجي. 2 ضرب 1 كم؟ ب2. أنا عندي 3 تساوي زائد ج. نبي جيم بروحها شو ندير؟ نقول هذه غد بعكس الإشارة، تبقى سالب 2 زائد 3 تساوي ج. سالب 2 زائد 3 كم يا شباب؟ بشرطين مختلفات نضرب هذا الشرط على الأكبر حتبقى 1 تساوي كم؟ ج. معناها الجيم كم تساوي 1. معناها الناتج متاعي كم؟ الجيم هيا يا شباب تساوي عندي 1. يمكن نكون حليته، طريقتها سهلة جدا وما فيش أي إشكالية. توا الشباب عندي اللي هو درس جديد حناخذه اللي هو معادلة المستقيم. تمام، حناخذ معادلة المستقيم بمعلومية ميله ونقطة تقع عليه. قال لك هنا عندما يكون الميل والجزء المقطوع من محور السداد بواسطة المستقيم معلوما لدينا نعوض بقيمهما في المعادلة صاد تساوي م س زائد ج. طبعا هذه المعادلة اللي نمشوا بها ديما احنا يا شباب، المعادلة هذه مهمة باهي ديما ناخذوا عليها. للحصول على المعادلة الخطية لهذا المستقيم باستخدام طريقة مشابهة يمكن الحصول على معادلة الخط المستقيم بمعلومة ميله ونقطة تقع عليه. طبعا مثال رقم 9 قال لي أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة 1 و2 وميله -3. طبعا الميل هنا عندي كم؟ عندي -3 هذا الميل. تمام، فإن معادلة المستقيم هي شن حتكون؟ هي حنكتبها لك، حتكون معناها صاد تساوي -3 س زائد ج. هذه المعادلة لازم ديما نطبق عليها يا شباب. هذه بالنسبة للأولى. باهي أنا كم معطيني النقاط هنا؟ معطيني 1 و2 ومعطيني الميل هنا كم؟ -3. حنعوض يا شباب المعادلة، حنقول الصاد كم قيمتها؟ قيمتها 2 تساوي -3 مضروبة في الكم؟ مضروبة في قيمة السين اللي هي 1 زائد الجيم يا شباب. تمام، هتطلع عندي -3 في الواحد اللي هي -3. هتقول هنا -3 زائد ج تساوي 2. انقل هذه غادي عكس الإشارة، فمعناها حتبقى عندي هنا هكتبها هنا حتبقى 3 زائد 2 تساوي ج. 3 زائد 2 اللي هي كم؟ حتبقى 5. معناها الجيم كم قيمتها يا شباب؟ قيمة الجيم 5. معناها هنا عندي كم؟ قيمة الجيم 5. فالحل يعني صحيح 100%. باقي معناها أنا المعادلة كيف نبي نديرها؟ حنقول هنا الصاد تساوي، قلنا هنا الميم س زائد ج، معناها الصاد تساوي الميم س كم؟ -3 س زائد كم؟ زائد 5. فمعناها الناتج متاعي كم حيكون؟ حيكون -3 س زائد 5. هيك نكون أنا كملتها.
ونمشي وين يا شباب؟ نمشي للمثال رقم 10. قال لي أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة -1 و2 وميله غير معروف. أنا ما عنديش الميل، كيف نبي نجيبه؟ قال لي هنا المستقيم له ميل غير معروف، إذا فهو مستقيم رأسي والذي معادلته تكون على الصورة س تساوي ك، حيث الكاف ثابت. تمام. ليش؟ لأن لو كان أفقي يا شباب راه قلت لك 0، لكن غير معروف معناها رأسي، لأن الرأسي قلت لك من بدري شنو يكون كمية غير معرفة. تمام. الكلام اللي بدي نقول فيه يا شباب مهم مرة. تو الرأسي تعرف مثلا نقول لك 4/0 ولا 3/0 ولا شيء، أي حاجة مقسومة على الصفر كمية غير معرفة. ولكن لما يقول لي أفقي معناها 0 على رقم، و0 على رقم على عدد يعني حيكون 0. هذا معناها نعرف أنه أفقي، وهذا نعرف أنه شنو؟ أنه رأسي. فبالطريقة هذه باهي. هذه بالنسبة للأولى. باهي. هنا قال لي تكون، وبما أن يمر بالنقطة -1 و2 تكون معادلته على الصورة س تساوي كم؟ تساوي -1. باهي. تمام. أنا نبي نحلها يا شباب ونبي نوضحها. نحن حنقولوا هنا س تساوي كم؟ تساوي قيمة الكاف، صح ولا لا؟ باهي. تمام. هنا عندي -1 وهنا عندي 2، هذه سميها س وهذه سميها ص. وقال لك هنا كمية غير معرفة، أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة -1 و2 وميله غير معروف. أنا الميل متاعها مش معروف، فأنا شو بندير؟ قلت لك السين تساوي كاف، يعني الناتج متاعها حيكون شنو؟ هو نفس قيمة س الميل. معناها حنقوله كم؟ الميل هو كم؟ هو -1، إنما قضينا من القيمة هذه اللي هي ثابتة قيمة الكاف. فبالطريقة هذه يا شباب يكون حل المثال رقم 10. مثال رقم 11. أوجد معادلة المستقيم الذي وزن المستقيم 3 ص زائد 2 س زائد 6 يساوي 0 ويمر بالنقطة 6 و2. أول شيء يا شباب لازم أنا نرتب المعادلة. كيف نرتب المعادلة؟ حنقول هنا 3 ص زائد 2 س زائد 6 يساوي 0. حننقل هذه كلها، ريتها يا شباب هذه كلها حننقلها وين؟ للطرف الآخر. معناها حتبقى 3 ص بعكس الإشارة، هنا ناقص 2 س ناقص كم؟ ناقص 6. تمام. هذه بالنسبة للأولى. باهي. بعدين شو بندير؟ نبي نتخلص من الثلاثة، حنقسمها على كل الأطراف. تمام. هتبقى ص تساوي -2 على 3 س، هنا حتبقى كم؟ حتبقى -2. هذه بالنسبة لشني؟ بالنسبة للمعادلة الأولى يا شباب. بالنسبة للأولى كم طلعنا فيها الميل؟ طلعنا فيها الميل يا شباب هنا ركز معي، هذا الميل طلعته كم؟ طلعته -2 على 3. معناها أنا عندي الميل يساوي كم؟ -2 على 3. هذه بالنسبة للأولى. باهي. بالنسبة للثانية يا شباب، الثانية هنا شن قال لي؟ قال لي معادلة المستقيم الموازي هي كم؟ قلنا طبعا طلعناها نحن حنكتبها لك. طبعا هذه كلها عشان دي بيها شيء. باهي. امسح لي هذه كلها. عندي الميل كم؟ الميل هو -2 على 3. تمام. حنديروا القاعدة متاعي طبعا ص تساوي اللي هي م س زائد ج، اللي هي ص تساوي -2 على 3. تمام. زايد كم؟ زايد عندي الجيم مجهول. تمام. تو انا يا شباب حندير النقطتين بتاعتي. شن قال لي؟ قال لي 6 و2. عندي النقطتين كم؟ 6 و2. باش نطلع قيمة الجيم حندير هنا 6. تمام. نديرو هنا 6 و2 ونعوضوا قيمة 2 هنا عندي اللي هي الصاد حنحطها برا. حنقول 2 تساوي سالب. تمام. تمام. حنديرو هنا -2 على 3 مضروبة في الكم؟ في 6 زائد الكم؟ زائد الجيم. تمام. حنديرو هنا على 3 فيها 1 على 3 فيها 2. 2 ضرب 2 بكم؟ ب4 يا شباب بالسالب. معناها 2 تساوي 2 -2 في 2 هتبقى -4 زائد ج. بقى أنا يا شباب ننقل -4 غادي بعكس الإشارة، هتبقى عندي كم؟ 4 زائد 2 تساوي ج. 4 زائد 2 كم يا شباب؟ حتكون 6. معناها الجيم كم قيمتها يا شباب؟ هتكون قيمة الجيم اللي هي كم؟ اللي هي 6. وهيك نكون طلعت المعادلة المطلوبة يا شباب، واللي هي كم؟ واللي هي عندي -2 س. هي حنكتبها لك، عندي لك المعادلة هنا يا شباب. حنقولوا هنا ص تساوي اللي هي -2 على 3 س. تمام. زائد كم؟ زائد 6 اللي هي قيمة الجيم اللي قبل شوي طلعناها جزء المحصور. هذه هي المعادلة النهائية يا شباب. موضوعها سهل وبسيط، ماهيش اللي صعبة.
هاي تو نمشوا يا شباب، خلينا نمشوا لي اللي بعد. هاي نمشوا المثال اللي بعد. المثال اللي بعده قال لي هنا معادلة مستقيم المار بنقطتين معلومتين، اللي هو المثال 12. أوجد معادلة مستقيم المار بالنقطتين الألف اللي هي 1 و3 والباء اللي هي 2 و5. بسيطة يا شباب، حنديروا هنا معناها قانون متاعي اللي هنا عندي صاد 2 وأنا عندي صاد 1 وأنا عندي سين 2 وأنا عندي سين 1. معناها هنا حنقول كم؟ حنقول 5-3 على 2-1. 5-3 اللي هي ب2، 2-1 اللي هي كم؟ اللي هي فيها 1. معناها كم حيكون الناتج؟ حيكون الناتج عندي 2. معناها الناتج كم حيكون؟ حيكون 2. هذه بالنسبة للأولى. باقي معادلة الخط المستقيم هي كم؟ معناها حنقوله صاد تساوي الميم سين زائد جيم. الصاد تساوي الميم كم عندي ميل، معناها عندي القانون شنو؟ 2 سين زائد جيم. هذه هي. قال لي هنا بالتعويض بالنقطة كم؟ 1 و3. وين 1 و3 اللي هي هذه يا شباب؟ نعوض في ايش؟ في النقطة هي. كيف نعوض؟ هنقول لك تعال هنقولوا عندي النقطة اللي هي 1 و3، هنطلع معناها قيمة هنا السين وهنا قيمة الصاد. تمام، قيمة السين وقيمة الصاد. معناها حنديروا قيمة الصاد برا اللي هي في المعادلة، هي صاد تساوي 2 سين زائد جيم. نبي نعوض في المعادلة هذه يا شباب. هي في المعادلة هذه هي اللي نبي نعوض فيها، هي المعادلة هذه. باهي حنديروا هنا الصاد كم قيمتها؟ قيمة الصاد طلعناها 3. تمام، تساوي هنديروا 2 ضارب 1 زائد جيم. 2 ضرب 1 كم؟ ب2. 2 زائد جيم وأنا عندي كم؟ تساوي 3. انقل 2 غادي بعكس الإشارة، هيبقى عندي كم؟ هيبقى عندي سالب 2 زائد 3 تساوي جيم. معناها الجيم تساوي كم؟ تساوي 1. تمام، اللي هي إشارتين مختلفات نضغط على الإشارة الأكبر. 3 ناقص 2 اللي هي ب1. تمام، معناها الجيم كم تطلع؟ الجيم تعطيني ب1 يا شباب. إذا معادلة الخط المستقيم يا شباب، نمسح هذا كله. معناها أنا معادلة الخط المستقيم كم عندي؟ عندي هنا صاد تساوي 2 سين زائد 1. هذا هو الحل النهائي. وبسيطة يا شباب، ماهيش اللي مسألة صعبة يعني. تمرين طبعا حليتها كلها يا شباب، تلقوه داخل الجروب الخاص على الفيسبوك. وطبعا حطيت كم رقم من قبل ونحطها مرة أخرى. هذا عندي واتساب حل تمارين بالكامل، أسئلة أي حاجة تبيها تواصل معي عليه، وأسعار رمزية ما نقصرش معك. تمام، وصفحتي الرسمية طبعا مهند الحسوني. تمام، وتلقى يعني فيها ما شاء الله على المتابعين وما نقصرش معك. باهي نجي هنا وين؟ للدرس اللي بعده، وهو المسافة بين نقطتين. حناخذ الحصة الجاية بإذن الله تعالى. تنساش تفعل زر الاشتراك في القناة. نسأل الله أن يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.